وكي دايرين مع المونديال الصغير واحسن عوانكم صراحه الماتش يجي مع 3 ولا 4 ولا 2 والله الا صعيبه بزاف، ولكن حنا الحمد لله تزقلنا. حنا اخر ماتش كيجي عندنا هو ديال 9 كنتفرجوا وكنساليو الماكسيموم مع ال11 صراحه. والله الا بقيتو فيا ما في الصراحه اقسم، ولكن هادشي اللي عطى الله الديكالاج، هادشي اللي كاين هاد الساعه. شوفوا المغرب هاد العام دا ان شاء الله كاس العالم. قولوا لي علاش؟ حيتاش كاع المنتخبات العالميه اللي لعبوا وشفنا دابا اللعب ديالهم، راه المغرب راه بحالهم ولا اكثر منهم. بقى دابا غير الماتش ديال الجزائر والارجنتين ونشوفوا هذا العام المستوى ديال الارجنتين. ايوا الصلاه على النبي، هادشي اللي كاين. المغرب غيجي ان شاء الله كاس العالم، او الى دا كاس العالم ان شاء الله هاد القناه غنوصلوها 50 كا. شوفوا الى ربح كاس العالم غنوصلوا هاد القناه 50 كا. ها هي عقلوا عليها وغنحطها لكم في شيرين الى دا الكاس. غنخرج لكم بهذا المقتطف اليوم ان شاء الله 16 اليوم 16 جوان 2026 الاخر ديال المونديال. البدلوا شويه حيتاش غادي نبقاو هنا في المونديال والحلقه ماشي على المونديال، ولكن كيف ما شفتوا في عنوان على ذا فويس كيدز. ذا فويس كيدز هو واحد البرنامج اللي كنا شحال كنتفرجوا فيه ملي كنا صغار، كان كيجي في ام بي سي، وإلا ما شعلتيش نتايا في التلفازه غادي تلقى داركم شاعلينو. اوكي يعني كاملين تفرجنا فيه في واحد الزمن اللي صراحه انا كان عزيز عليه بزاف ودرنا عزيز عليهم بزاف وتنتفرجوا فيه وتنتسناوين متى يجيو متبعيش كل غادي تجي ديك المسابقه. ولكن حاليا ما بقيناش كنتفرجوا فيه انا بعدا، وصراحه دارنا ما عرفتش واش باقي كتفرجوا فيه ولا لا، حيت شحال جا خرج من عندهم يعني بعاد عليهم بزاف قارات ومحيطات وجبال وداكشي، وما بقيتش عارفه واش كيتفرجوا فيه ولا لا. المهم انايا باقي عاقله على ايامات كاظم الصاير وتامر حسني ونانسي وداك الدري احمد الابيض اللي دا ديك المسابقه وداكشي. من ديك الساعه ما تفرجت فيش. المهم جابوا لنا هاد العام هذا جابوا لنا 3 ديال اعضاء لجنه جداد، يعني ما بقاش كاظم الصاير ولا تامر حسني ولا نانسي عجرم. جابوا لنا الشامي وداليا مبارك وواحد اخر، واحد العضو اخر مصري اللي سميتو اللي ترى ما عقلتش عليها، اللي سميتو رامي. صراحه بكل احترام لهاد اللجنه ما تنعرف حتى شي واحد فيهم، اعتذر حيتاش انايا الناس اللي كيعرفوني بزاف انا مبليه بالهنود و كاع داكشي اللي ما تيفهموش الناس باش اكون غني على راحتي ونقول اللي بغيت. ما نقدرش، خصني تعرف في المره الاولى تنتصنت ليها كنقرا الكلمات الله يعاون، الا سورتو الا عجبني النقد، الا عجبني الديت كيفاش غادي صافي كنبقى كنعاودو بدون ملل ولا كلل، نقدر نعاودو مئات المرات. في المهم هكا كيدوز عندي زعما. المهم الا بغيت نتصنت الموسيقى هذا هو الستيل اللي كنتصنت ليه. المهم كي قلت لكم يعني هذا العالم يعني هذا العالم ديال ذا فويس العربي شحال ما تفرجت فيه، بيني وبينه سنوات بزاف. ولكن حنا غادي نهضروا عليه اليوم حيتاش دار ضجه كبيره في التيك توك. علاش؟ حيتاش في هذه المسابقه هذه بان واحد الولد سميتو مراد فجر، عاد رجعت سميتو مراد فجر. المهم بالنسبه للناس اللي ما كيفهموش المسابقه انا نشرحها لكم بعجاله. المسابقه هي ديال الغناء ياك، وتكون فيها 3 ديال الاعضاء في اللجنه ياك، وفاش كيدخل داك المتسابق اللجنه كتكون عاطيه بظهرها، يعني تخيلوا راسكم نتوما ورايا وكتغنيو كتغني ورايا. يعني انا كنتصنت الصوت ديالكم، تخيلوا معايا غني المهم انت كتغني وانا الا عجبني الصوت ديالك تنبرك على الباز وتندور، يعني انا عطيتك الصوت ديالي ياك. فاش كيدوروا هذوك بثلاثه كيحاولوا انهم يقنعوا هذاك المشارك باش يجي عندهم الفريق ديالهم. متبعيني ما المهم تنقنعك انا مثلا باش تدخل الفريق ديالي، وهكا تنبقى ندربك وداك الشيء حتى الاخر برايم. هذا الشيء اللي وقع بالضبط المراد فجر. كاي واحد من المتسابقين جا غنى ونباهروا كاملين بالصوت ديالو. صراحه تصنت الصوت ديالو، هذاك الدري عنده واحد الصوت واعر بزاف وكاملين تيقولوا عليه الصوت ديالو كبر منه، وصراحه راه الا ما شتيش راه عنده واحد الصوت خطير، روعه. المهم النهار الاول فاش غنى داروا ب3 وهذيك داليا مبارك صراحه انا ما عرفاش، ولكن فاش شفتها عجبني كيفاش كتغني، حتى طريقه كيفاش كتهضر في البرنامج داكشي كله زوين. واكيد هما ما جابوا هذاك البرنامج الا وعندها واحد القاعده جماهيريه، عندها الجمهور ديالها وداكشي، يعني ما يمكنش يجيو يحطوها في اللجنه غير هكاك، يعني عندها واحد المسار فني معين. المهم السيده بحال الاخرين يعني بقات كتقنعوا باش يجي التيم ديالها.
الفريق ديالها ويتقتنع الدري. قالت لي شوف واحد اللقطه كيعاودوها بزاف في تيك توك، تتقول ليه شوف راه انايا راه دخل معايا الفريق ديالي وراه ما غادي يخصك خير انا افتهم من صوتك يا ابا، انا افتهم. لو انت ما جيت بفريقي حطلع زعلانه اليوم. اتمنى انك تكون معاي، من تفكر بغيري دادان. I love you مراد، بس انا اختار لما. صافي يا هذيك مراد قالها صافي انا غادي ندخل معاك الفريق ديالك. الامور بسلام، داز البرايم الاول بسلام. دابا ولينا عارفين انه مراد راه مع داليا في الفريق. من وراها جا البرايم الثاني، وهذاك البرايم الثاني بحال قلتي كيتواجهوا هذوك المتسابقين ديال الفريق بيناتهم. وهاد المره هادي داليا اختارت مراد. المهم الامور غادي دابا بسلام ياك حتى لهاد البرايم هذا ديال السيمانه اللي فات. وداليا فاش طرات المواجهه كان خاصها تختار جوج ما بين 4، وهاد المره ما اختارتش مراد. وصراحه كيبينوا لا رياكسيون ديالو انه تصدم بزاف، وماشي غير بوحدو، راه حتى الجمهور تصدم. او كيفاش داليا ما اختارتش مراد، علاش؟ صافي فاش داز البرايم وين نوض الهجوم في التيك توك، كاع الناس هاجموها. والمشكله ماشي غير هاجموها ولكن تتنمروا عليها في الخلقه ديالها، ولو كيشبوها بفيني داك اللعب اللي كاين في الارجنتين، اللي كاين بلوتو في البرازيل. هاجموها بزاف. صافي وهي تخرج لهم، هي خرجت ليهم قالت ليهم زعما الناس اللي فهموني الاختيار ديالي، زعما الناس اللي عندهم الاكسبيريونس في الغناء وداك الشيء غادي يعرفوني علاش درت هذا الاختيار. والناس اللي ما فهمونيش قالت لهم انا حره في راسي وندير اللي بغيت. انا غادي نحط لكم دابا الفيديو تشوفوه. بما ان انا رديت على الناس المحترمه، في ناس تفهم اعتذرت، في ناس ما تفهم. الناس اللي ما تفهم، اللي ما فايده فيها، ما هي محترمه، يظلون يسالوني ليش. انا حر. انا مو قاعده هم حطوني في هذا الكرسي عشان اقرر، ويقولون القرار قرارك. انا حر كيفي اختار اللي ابي. زائد دابا هاد الرد اللي دارت كاينين الناس ثاني عاوتاني ولاو تيهاجموا على الطريقه كيفاش هضرات مع الناس. المهم نايضه بالباله من الاخر. ولكن من حقها انها تجاوبهم بهذيك الطريقه، حيت كاين بعض المرات الانسان فاش تيبي ينتقد كيولي تيورك على داك بنادم وتيدخل ليه في شي حوايج شخصيه ويتنمر عليه وداك الشيء ما خدامش. لانه هذا الشيء ديال السوشيال ميديا، انا كنجي مثلا كنعطيك واحد الرياكسيون ديالي، خصك انت تجاوبني باحترام، يعني لانه خص يكون واحد النقاش، ماشي نتايا مثلا تجي تنمر على الشخص. لا، انا بيني وبينك مثلا واحد الحوار، واحد النقاش في واحد الموضوع معين. وهذا الشيء اللي طرا لداليا ولو كيتنمروا عليها في الخلقه ديالها، وهذا الشيء خلقت الله. يعني ما عند حتى شي واحد الحق انه يتنمر على شي واحد. خص الاراء تحترم، الاذواق تحترم، وكنعيشوا بسلام. هادشي اللي كاين في اي حاجه في الحياه، في هاد المواقع ولا في الواقع. هادشي اللي كاين. واللي سالا معايا صراحه هو واحد التعليق اللي حطوا لها، حيتاش دابا داليا في الكونت ديالها عندها 760 الف متابع، اكثر قيل 763 فاش شفت تيك توك ديالها. وواحد كتب ليها ولا وحده ولا ما عرفت مين، واحد الكونت كتب ليها قال لها كون اختاريتي مراد فجر، كون دابا راك واصله المليون. وهي تقول لي جاوبوا داليا قالت ليه لا يا اختي نشرب واحد القهوه. دابا مزيان. المهم جاوبات وقالت ليه اش هاد المستوى المنحط، ما بيتوش واخا يكون مليار، شكرا دي معاك. جاوبت واحد الجواب فهمتيني ديال داكشي المهم. وفي الاخر ديال الحلقه قالوا كاينه واحد المفاجاه، واللي هي انهم غادي يختاروا واحد من كل فريق من هذوك اللي تقصوا، وبطبيعه الحال مراد كان واحد فيهم. دابا الناس كيتسناو البرايم الجاي ومبلبلينها صراحه في تيك توك، وبغاو انه مراد يرجع، وكيتسناو مراد يرجع. وصراحه ما عرفتش واش تقدر ترد مراد ولا لا، حيتاش تقدر تكون كتشوفها انه راه بسبب الجمهوريه وباش رجعاتو، ما عرفتش. المهم قولوا لي انتم في التعاليق واش في نظركم ان غادي ترد مراد، وخاصه من بعد هاد الهجوم اللي تعرضت ليه في المواقع التواصل الاجتماعي، وماشي غير هجوم ولكن حتى تنمر في الحق ديالها. يعني قضيه صعيبه شويه. خليو لي الاراء ديالكم في التعليق، وما تنساوش تدعموني بلايك وسبسكرايب. كنبغيكم بزاف بزاف بزاف. باي باي.